عندك انترفيو قريب بس حاسس كده انك متوتر كانك داخل على امتحان ثانويه عامه. هو احساس رخم انا عارف، بس انا عايزك كده تهدى وتروق وقوم اعمل لك كده كوبايه شاي واعتبر كده ان الحلقه دي هي مراجعه ليله الامتحان. يا مساء الفل، انا مصطفى عفيفي وهتكلم النهارده عن ازاي تعدي الانترفيو بنجاح حتى لو مشاريعك قليله. الهدف من اي انترفيو ناجح انك تقدر تعرف نفسك وتعرض شغلك ومهاراتك للي قدامك بطريقه ذكيه تجذب الانتباه، وده هتقدر تحققه بسهوله لو اتبعت الخطوات اللي هقول لك عليها. اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، الثقه بالنفس هي اساس نجاحك في الانترفيو وفي الحياه عموما. عشان كده هتلاقي ناس بجد ولا موهوبين ولا شاطرين بس عندهم ثقه في نفسهم تخليك تفكر انهم ياما هنا ياما هناك وعاملين لك البحر طحينه. وعشان بقى الثقه بتاعتك دي تتحقق في شويه حاجات كده هنعملهم. اول حاجه، تعرف كويس قوي عن الشركه اللي انت رايح لها. اصلك اكيد بتقدم على بتاع 100 وظيفه ومش فاكر اصلا الناس اللي كلموك دول بتوع انهي شركه اساسا. عشان كده قبل الانترفيو عايزك كده تاخد لفه في الموقع بتاعهم، تبص على البروفايلات بتاعتهم، تعرف مين شغال هناك. لازم تاخد فكره سريعه كده عن العالم اللي انت داخل عليه، وكمل معايا الفيديو الاخر وهقول لك بالظبط ده مفيد في ايه. لازم تكتب كل معلومه انت محتاج تتكلم عنها جوه الانترفيو. لو مش عايز تعطل او تنسى معلومه، ورقه وقلم كده واكتب كده كل المعلومات المهمه، نقط سريعه وحتى بالتفصيل انت وذوقك. ده هيساعدك يكون ذهنك حاضر وعارف ومركز في كل كلمه، ما تقعدش تقول ايه فين ازاي مش فاكر. ولازم تعمل بروفا على الانترفيو بحيث تمرن نفسك كده على الاسئله اللي ممكن تقابلك جوه. ممكن تعملها مع اصحابك او حد بتثق فيه في المجال، وطبعا ممكن تستعين بعمنا شات جي بي تي وتمثل معاه الانترفيو. ولو فكرت ابعت لي هبقى مبسوط جدا ان انا اساعدك. التمرين ده هيقلل معاك التوتر وهيخليك اهدى وواثق من نفسك اكتر. لو انا رايح الانترفيو بكم مشروع كده بسيط عملتهم على قدي، واللي مقدمين معايا ايه داخلين بزربيح مشاريع وبورتفوليو عملاق قد الداهيه، هل ده يخليني اقلق وفرصي تكون اقل منهم؟ الاجابه طبعا لا، عشان ببساطه الشركات مش بتاخد البورتفوليو بالكيلو. وارجع اتفرج على حلقه البورتفوليو اللي اتكلمنا فيها عن اخطاء البورتفوليو بالتفصيل، هتلاقوها في اللينك اللي في الوصف. جوه الانترفيو مش لازم تعرض كل الشغل اللي انت اشتغلته، ممكن تختار منها الاحسن. واهم حاجه وانت بتعرض الشغل ركز على المشكله اللي انت حلتها مش بس شكل التصميم، واتكلم اكتر بالتفصيل عن طريقه تفكيرك وانت بتطلع الحلول دي. يعني مثلا لو هنعرض كيس ستادي نخليها كده نظيفه مترتبه، استخدم صور فيديوهات هاي كواليتي، واهم حاجه تركز على الامباكت اللي انت عملته جوه المشروع. وعشان تاخد فكره ممكن تخش على بيهانس تبص على الديزاينرز وتشوف الكيس ستاديز بتاعتهم، شوف هم ازاي عاملينها بطريقه منظمه وملفته للنظر. هتاخد منهم افكار وتوريك ازاي هم مبينين شغلهم والمجهود اللي حطوه. فاكر في اول الفيديو لما قلت لك انك تدور ورا الشركه اللي انت داخل تعمل فيها انترفيو؟ ده بيخليك تعرف مناطق القوه والضعف عندهم، تعرف هم حاليا بيدوروا على ايه، بيدوروا على موظف بمواصفات عامله ازاي. هنا بقى تنزل لهم بكل المهارات اللي عندك واللي هتساعدهم بيها على تحقيق اهدافهم. زي مثلا انا شاطر جدا في الشغل مع التيمز الكبيره وبعرف اتواصل معاهم وافهمهم بشكل كويس قوي، وعندي مهارات وخبرات قبل كده في حل مشكلات كبيره زي اللي بتواجهك. والتفكير النقدي بقى اللي عندي حاجه مش هتلاقيها عند حد، وهتساعدكم جدا في البروجكت اللي انتوا شغالين عليه. وكمان لو عندك تجارب سابقه ومواقف من شغلك القديم بتثبت قدرتك على التعلم السريع والتكيف مع التغيرات، كده انت تبقى ثبت اللي بتعمل معاه الانترفيو. ومبروك يا صاحبي عليك الشغلانه. وهيبقى لك بس اخر جزء. ايه هو اخر جزء بقى في الانترفيو؟ بعد ما الراجل كده يكون خلص كل اسئلته، خد منك كل المعلومات اللي هو محتاجها، قبل ما يشكرك ويقول لك مع السلامه بيسالك حضرتك عندك اي سؤال حابب تساله لي؟ طبعا انت بتكون صدعت وزهقت وعايز تروح فتقول له لا والله شكرا انا كده زي الفل. بس انا بقى بقول لك مهما كنت زهقت ما تعملش كده، حاول تساله مثلا عن اهداف الشركه الفتره اللي جايه، المشاكل والتحديات اللي بيواجهها الفريق، ازاي انت ممكن تساهم في نجاح الشركه، او اي سؤال تاني بس يحسسه انك انت عارف الشركه ومستقبلها. استغفر الله العظيم يا رب، طبعا المستقبل بيد ربنا، وعايز ومتحمس وحابب تكون جزء منها. لما الشخص ده هيجاوبك ده هيساعدك انك تعرف اكتر عن الشركه، وانت شخصيا تعرف هل دي فعلا شركه مناسبه ليك ولا لا. ده غير انه بيسيب انطباع كويس قوي عند الناس اللي احنا بنعمل معاهم الانترفيو. وفي النهايه قبولك او رفضك في الوظيفه مش تقييم ليك انك ناجح ولا لا، هو تقييم انت مناسب للشغلانه ولا لا. وفي الاول وفي الاخر لو ليك رزق في حاجه هتاخده وبس كده. ما تنساش تبعت الاوتفيت الجامد للمكواجي، تغسل سنانك وتلمع الجزمه وتروق على حالك قبل ما تنزل، وربنا يا ابني معاك يا رب ان شاء الله. ما تنساش تعمل لايك وشير عشان توصل الفيديو ده لاي ديزاينر عنده انترفيو قريب. سلام.